في علاقات تدخلها وانت انسان سوي تطلع منها واحد مجنون. عارفين العلاقات اللي تلاقي نفسك طول الوقت بتقول هو انا قلت حاجة غلط؟ هو انا عملت حاجة؟ هو انا قصرت؟ هو زعلان ليه؟ انا لازم اشرح له لحسن يزعل. تلاقي نفسك بتمشي على طراطيف صوابعك، تحسب كل كلمة وتراجع كل تصرف، مش لانك شخص حساس زيادة، لكن لان الشخص اللي قدامك مش متزن نفسيا. الانسان اللي جواه خوف شديد من الرفض او باحساس دائم بعدم الامان او بانه هيتساب بيخلق جو حواليه بيخليك دايما حاسس انك متهم ومحتاج تبرر. كل شوية هتلاقيه بيطلع لك بحاجة: هو انت ليه مش مهتم؟ هو انت هتسيبني؟ انت مش بتعمل كفاية، انت بتعمل مع فلان وعلان اكتر مني. مشاعر طفولية، وبدل ما العلاقة تكون بتسعد وتسند هتلاقيها عبء عليك، وتتحول تدريجيا الى محامي بيدافع عن نفسه طول الوقت. لكن للاسف قوانين المحكمة بتتغير على مزاج القاضي، فما فيش مجال تكسب قضيتك. مهما حاولت تشرح او تبرر او تطمن، الشخص التاني جواه خوف ملوش نهاية، ومع الوقت توتره يتنقل لك وعدم اتزانه يبتدي يهزك. بس كده يا بطل، انت وقعت في فخ الشعور الدائم بالذنب. بس خلي بالك، مش كل شعور بالذنب يعني انت غلطان. احيانا الشعور بالذنب هو سايد افكت لعلاقة سامة فيها شخص مش متصالح مع نفسه ومش عارف يعيش في سلام. ما تقعش في الفخ، ولو لقيت نفسك في علاقة من دول حط حدودك او اهرب بسرعة.